صباح الخير يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ماشيه كده في محطه الرمل الصبح الساعه حوالي 11 الا شارع شاكور، محطه الرمل، اسكندريه. الشارع اللي بيباع فيه الموبايلات لو محدش عارف يعني، من بره اسكندريه. دي مدرستي اهي، مدرسه اسكندريه الثانويه. ذكريات بقى في المدرسه، زي بقى متعودين اما يبقى في ناس بداير الكاميرا. طيب انا الشارع ده بس بعمل فيه الفيديو لان بجد الناس اللي فيه بتنرفزني قوي. يعني تبقى ماشيه في امان الله يقولوا لك ايه؟ عايزه حاجه معينه؟ اهو الكلام طالع من غير ما احكي. اهو عايزه تبيع الموبايل، مش عايزه، مش عارفه ايه الجراب. طب يا ولاد الناس، يا ولاد الحلال، انا لو عايزه اعمل حاجه من دي حاجه اقول. ويا سلام بقى الناس اللي هي ايه، كنت فاكره بقى ايه ضحك السنين، تبقى شاري موبايل بالكرتونه يقول لك تبيعه. طب انا لو هبيعه كنت هشتريه ليه من الاول انا يعني؟ اعمل بيها ايه دلوقتي؟ فبجد ذكريات مضحكه في الشارع. اهي المدرسه اهي، مدرسه اسكندريه. هبقى بفكر اعمل فيها فيديو، والله مدرسه جميله. من الذكريات اللي كنت فاكراها مكتوب عليها الطائفه اليهوديه. داخلين على شارع الكنيسة، في مدرسة المرقصية، وطبعا كانت مدرسة النجم الجميل الكبير الزعيم عادل إمام طلع في كذا لقاء، قال كان في مدرسة المرقصية في اسكندرية. فكده يبقى أنا وعادل إمام بقى إيه، كنا في مدرسة في نفس الشارع. أوبا بقى حاجة كويسة، ويعني بالنسبة لي يعني علامة. بس دي شوارع بقى الناس اللي مش في اسكندريه بتحب تتفرج على اسكندريه. الشارع ده كله مليان موبايلات. هاي الكنيسه اهي، الشناوي بتاع الموبايلات. في فتح الله وفتح في محطه الرمل. تمشي شويه كده هتلاقي شارع السلطان حسين على اليمين، نكسر اليمين كده عند شركه الاتصالات هنلاقي سينما امير وسينما مترو. وده شكل الشارع وبس. ودي كانت خطيرة النهاردة من شارع محطة الرمل في اسكندرية. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي، توحشوني قوي. سلام.